سلام. موضوع الحلقة ديال اليوم هو قضية من أسرع القضايا اللي عرفها الرأي العام، لا من ناحية التحقيق لا من ناحية القبض على المجرم القاتل. القضية ديالنا ديال اليوم مغربية 100%، جات متزامنة مع قضية جريمة مارتيل، بيناتهم جوج حوايج مشتركين. الحاجة الأولى اللي كتجمع ما بيناتهم هي الغدر، يعني هذاك السيد اللي مات قتلوا واحد الشخص اللي قريب ليه بزاف بزاف. والحاجه الثانيه اللي مشتركه ما بينه وبين جريمه مارتيل هي انه ديك المثل الشعبي اللي كنسمعوه من شحال هادي ديال كيقتل الميت وكيمشي في جنازته، ولا كيقتل الميت وكيشهد في جنازته. ما غاديش نحرق لكم المراحل، بقاو معايا حتى نهايه الفيديو وانتم تحكموا براسكم. القضيه ديال اليوم بدات في اقليم شتوكا ايتباها، وبالضبط في انشاد في دوار انجار. الابطال ديال القصه ديال اليوم ولا القضيه ديال اليوم هما جوج صحاب، عبد الكريم وعبد الرزاق. عبد الكريم مزوج وعنده 3 ديال الوليدات، وعبد الرزاق حتى هو مزوج وعنده بنيه عندها عام ونص. عبد الكريم وعبد الرزاق صحاب وحباب وجيران، خدامين بجوجهم في نفس البلاصه وساكنين حدا بعضياتهم، الدار حدا الدار، وحتى عيالاتهم تا هما صحابات. عبد الكريم وعبد الرزاق خدامين عطاشه في الميدان ديال الفلاحه، وكانت بيناتهم علاقه اللي هي مزيانه بحال الخوت، معاشرين تقريبا عام ونص ومشاركين الملحه والطعام. كان عبد الرزاق كيعتبر عبد الكريم الاخ اللي ما ولدت ليش امه، كيعاود ليه جميع المشاكل اللي عنده، اي حاجه وقعت ليه في الخدمه كيستشر معاه. وبحكم انهم صحاب كما قلت لكم في الاول، كانوا كيضلوا النهار كامل في الخدمه، ومنين كيخرجوا من الخدمه كيمشيو عند عيالاتهم، كيجلسوا معاهم، كيشوفوهم، ومن بعد كيعاودوا يتلاقاو كيعاودوا على كل واحد شنو بغى يدير في المستقبل ديالو. عبد الرزاق كان كيعاود لصاحبه عبد الكريم بان امنيته الوحيده هو انه يخرج من دار الكرا، وقال ليه بانه راه عنده واحد البقعه ارضيه وكيجمع هو ومراته الفلوس باش يبنيو هاد الارض. كانت مرات عبد الرزاق مراه مزيانه، كانت هي وراجلها مفاهمين بزاف، وكانت كتعاونوا وانها كتقتصد، واخا كان داكشي على قد الحال كتعاونوا كيقتصدوا باش يوفروا داك المبلغ اللي غادي يخرجوا به من دار الكرا باش يبنيو البقعه ديالهم. وعبد الكريم واحد النهار قال لصاحبه راني عييت من هاد الخدمه هادي وما تليتش باغي نبقى فيها، صافي غادي نجلس باش نقلب على شي حاجه اخرى ما احسن. واحد النهار، وبالضبط نهار 31 ماي 2023، عبد الكريم مع الوحده ديال النهار اتصل بصاحبه. عبد الكريم اتصل بصاحبه وقال ليه راني لقيت واحد الجثه تحت الكرمه ديال دارك. عبد الكريم قال لصاحبه عبد الرزاق راني لقيت ديك الجثه ما عرفتها واش ديال الراجل ولا ديال المراه. صاحبه اللي هو عبد الرزاق تشطن على مراته وقال كيفاش؟ قال لي انا مشيت للخدمه وما كاين حتى شي حاجه تمايا. ويقول لي عافاك سير دق على مراتي في الدار وشوف شنو كاين، هي تقدر تشرح لنا شكون داك السيد اللي ميت تما ولا سيده. عبد الكريم دار داكشي اللي قال ليه صاحبه، مشى دق على الدار ديال صاحبه وكيدق وكيعيط على مراته، ما حل عليه حتى شي واحد. هو مباشره ديك الساعه هو يعيط لصاحبه عبد الرزاق، قال ليه راه المدام ما كتجاوبنيش. عبد الرزاق ديك الساعه تخلع بزاف بزاف، ولا عقلو كيدور هنا وهنا، خصوصا انه كيتصل بمراته وما كتجاوبوش. من بعد المكالمه الثانيه ديال عبد الكريم لصاحبه عبد الرزاق، ما بقى قدام عبد الرزاق الا انه يخلي الخدمه ديالو وجا كيجري للدار باش يشوف شكون هاد الجثه اللي حاطينها تحت الكرمه ديال دار. جات الشرطه العلميه باش يرفعوا البصمات في مسرح الجريمه والوقايه المدنيه والدرك الملكي باش يبداو التحقيق ديالو. عبد الرزاق جا كيجري حالته حاله، ولقى الدنيا عامره، لقى المقدم القلب والدرك الملكي والجيران كلهم مجموعين، وكلهم ولاو بقاو كيعزيوه، وهو مسكين ما فاهم والو، مشى كيجري لديك الجثه ويعري عليها، ومسكين تما كانت الصدمه الكبرى. لقى مراته اللي هي اللي مقتوله كلها فيها طعنات عشوائيه، طاح على وقفته وكيبكي والناس كيواسيوه. وبداو الدرك الملكي كيسولوا الناس والجيران وصحابه، وبطبيعه الحال كيسولوا عبد الكريم بحكم هو الشاهد الوحيد على هذه الجريمه، وهو اللي بلغ المقدم وبلغ الدرك الملكي، هو اللي علم صاحبه. عبد الكريم قال لهم
انا فقت مع 7 ديال الصباح، وصلت ولدي مع 7:30 لان حيت هو كيدخل مع 8. من بعد مشيت للقياده باش نقضي شي غرض، ولقيت القياده عامره وصافي درت بناقص. ومن بعد مشيت عند اختي صرت معاها شي كويز ديال اتاي، ومن تما جيت مع الوحده وانا نلقى تحت الكرمه ديال دار صاحبي ديك الجوته اللي مخرجين منها يد اللي ما عرفتها واش ديال الراجل ولا ديال المراه. عبد الكريم جات واحد القناه الكترونيه استجوباتو وعاود ليهم نفس هاد التفاصيل اللي قال البوليس. فقت مع 7 ديت ولدي ومشيت للقياده ومشيت عند اختي وجيت مع الوحده ولقيت الجريمه. وبطبيعه الحال الدرك الملكي بداو كيقلبوا الدار ديال عبد الرزاق باش يشوفوا لا يقدروا يلقاو شي حاجه اللي توصلهم للمجرم، وما يلقاو الدار مقلوبه سفاها على علاها. ملي لقاو الدار كلها مرونه ودخلهم الشك. ديك الساعه هما يقولوا لعبد الرزاق شوف واش ياك ما تكون شي حاجه ناقصه في الدار هي اللي كان كيقلب عليها هذا المجرم. عبد الرزاق مشى كيقلب على ديك الفلوس اللي كان كيجمع كما قلت لكم في الاول باش يبني البقعه ديالو، ما لقاهمش. وهنا كانت الصدمه الكبرى. ديك الساعه تاكد لعبد الرزاق والدرك الملكي بان السبب ديال هذه الجريمه كلها هو السرقه ديال هذه الفلوس. منين عرف عبد الرزاق والدرك الملكي بان السبب ديال هذه الجريمه هو انهم يسرقوا ديك المبلغ ديال 1,500,000، خلاهم يعاودوا يزيدوا يحققوا مع الجيران. حقوا عاوتاني مع عبد الكريم وحقوا مع مراته اللي قالت اقوال خلات الناس كلهم كيشكوا فيها. قالت لهم انها وقت الجريمه ما سمعت حتى شي حاجه، واخا هي الدار ملاصقه مع الدار. قالت لهم انا راه كنت ناعسه، راجلي مشى خرج مع 7 حتى جا مع الوحده وجا بلغنا بالجريمه، انا ما سمعت حتى شي حاجه. الدرك الملكي بقى كيصوروا الجيران، والجيران قالوا للدرك الملكي بانه ما يمكنش يكون شي حد من هذا الدوار ديال الانتشار، لان هذا الدوار الناس ديالهم كلهم مزيانين محترمين ظريفين، ما كاينش فيهم شي مجرم. الا كان شي مجرم غادي يكون من مدينه اخرى قريبه لهذه المدينه هذه. هادشي اللي خلاهم انهم يحققوا ويزيدوا يحققوا لمده 7 ايام. من بعد مرور سيمانه من التحقيق، واحد النهار الدرك الملكي كيخرجوا مع الكلاب المدربه باش يقلبوا حدا الدار ديال عبد الرزاق على شي دليل اللي يقدر يوصلهم للمجرم. واحد من الكلاب المدربه اللي كانوا مع الدرك الملكي مشى حتى لواحد البير وبقى كينبح. هادشي اللي غادي يخلي الدرك الملكي يوقفوا حدا ديك البير ويقلبوا لربما يلقاو شي دليل ينفعهم في هذه الجريمه هذه. الدرك الملكي هبطوا لديك البير وتما في كانت الصدمه الكبرى. لقاو الحوايج ملطخين بالدم واداه ديال الجريمه. من بعد ما لقاو ديك الحوايج اللي كلهم عامرين دمايات، الجهات المختصه قاموا بالخدمه ديالهم وداروا التحريات ديالهم والتحاليل. لقاو بان ديك الحوايج، بان ديك الدم اللي كاين في ديك الحوايج مطابق للدم ديال الضحيه. الدرك الملكي غادي يبداو التحقيقات من جديد والاسئله ديالهم والتساؤلات حول شكون اللي قتل الضحيه وديال من هاد الحوايج اللي داروهم في البير وخباو اداه الجريمه. وحيت الروح عزيزه بزاف عند الله، لحسن الحظ ان داك البير كان حدا واحد الفيلات. ديك الفيلات كانوا دايرين كاميرات اللي كيشوفوا بهم شكون اللي دايز شكون اللي داخل شكون اللي خارج. الدرك الملكي غيمشيو عند ديك الفيلات وغيطلبوا منهم يعطيوهم التسجيلات ديال الكاميرا. وهنا كانت الصدمه الكبرى. منين شافوا الدرك الملكي التسجيلات ديال الكاميرا كان سهل عليهم يعرفوا شكون هو القاتل اللي مشى قتل الزوجه ديال عبد الرزاق ومشى هز الحوايج ديالو ولاحهم في داك البير. وهنا كانت الصدمه الكبرى اللي ما كتدخلش العقل واللي ما يقدرش يفكر فيها شي حد. القاتل هو عبد الكريم، الصديق المقرب لعبد الرزاق، صديق العمر ديالو. عبد الكريم منين سمع بان الدرك الملكي مشاو كيقلبوا حدا البير، دخل معاه شويه ديال الخلعه ويفكر شنو ندير شنو ما ندير، ويخوي ديك السيكتور كامل.
ديك الساعة الدرك الملكي بلغوا كاع لديك الجهات اللي قرابين للمدينة ديال إقليم شتوكا أيتباها، بلغوا بأنهم راه كيفتشوا على السيد عبد الكريم، وكان بطبيعة الحال بالسهل أن الناس يعرفوه، خصوصًا أنه داز كما قلت لكم في بداية ديال الفيديو بأنه داز ودار استجواب مع واحد القناة إلكترونية، يعني ولا معروف بأنه هو الشاهد الوحيد على هذه الجريمة. نهار 9 يونيو 2023، يعني يلاه شي يامات قبل من نصور لكم هذا الفيديو، تم القبض على السيد عبد الكريم في مدينة تشيرة. وما نعاودش لكم الحالة اللي تلقى فيها عبد الرزاق الخبر وعرف بأن صاحبه صديق العمر ديالو هو اللي قتل ليه مراته، هو اللي يتم ليه بنته وخلاه كيدور بها من دار لدار من النهار اللي توفات فيه المراه ديالو. عبد الرزاق والاخ ديال مراته يعني اخ الضحيه وبقاو مصدومين ومتفاجئين وكيقولوا كيفاش حنا كنا معاشرين مع هذا المجرم، مع هذا الديب، مع هذا الغدار، وحاسبينه واحد منا كيدخل معنا وكياكل معنا وكيشرب، ومسكين في واحد التصريح ديالو كيقول كون يطلب مني فلوس نعطيه كل شيء، يخلي لي مراتي اللي غتربي لي بنتي ويخليني نعيش معاها، نعطيه الفلوس ونعطيه كل شيء وما يغدرنيش. اخ ديال الضحيه حتى هو بقى في واحد التصريح ديالو بواحد الصوت اللي كيبورش اللحم تيقول ما يمكنش يكون هذا انسان طبيعي، ما يمكنش شي واحد غيقتل شي حد على ود 1,500,000. الروح راها عزيزه عند الله. وبالفعل حنا نيت بصح عايشين في مجتمع مليء بالذئاب الغداره اللي تقدر دير اي حاجه على ود الفلوس. ولكن هذا الشيء ما كاين فيش انه باقي الناس مزيانين، كاينين ولاد الناس، كاينين الناس اللي كيحترموا وكيفهموا معنى الصداقه الحقيقيه. والعبره من القصه ديال اليوم ماشي باش نخلعوكم، بقدر ما انكم خاصكم تكونوا حريصين في الناس اللي كتختاروهم وكتعاملوا معاهم. هنا كنكونوا وصلنا لنهايه القصه ولا القضيه ديال اليوم. كما شفتوا معايا كانت من بين اسرع القضايا اللي عرفها الراي العام، لا من ناحيه التحقيق لا من ناحيه القبض على المجرم. عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش عليا من الاشتراك في القناه والضغط على زر الاعجاب، وضروري ضروري من التعاليق ديالكم راني كنقراها كامله. خليت لكم راحه الله والى فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.